السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم بريب 1 في فيديو جديد. في الفيديو بتاعنا النهاردة احنا هنعمل ريفيجن اون يونت 2. الريفيجن بتاعتنا بتبقى عبارة عن شرح مع حل، والريفيجن دي تعتبر أقوى ريفيجن عندنا، لأن الريفيجن دي زي ما قلنا هتبقى شاملة شرح وهتبقى شاملة حل، والحل بتاعنا بيعرفك ازاي تحل في الامتحان أو الشكل بتاع الامتحان. فخلونا من غير ما نضيع وقت نبدأ على طول. عندنا أول حاجة عندنا بيقولك خلينا نفتكر كده، فاكرين درس الانيكواليتي؟ كان عندنا شوية كلام بيدل على حاجات، فنشوف الكلام ده بيقول لنا ايه. بيقول لك مور ذان وجريتر ذان واكسيد. يعني ايه مور ذان؟ اكبر من، وجريتر ذان اكبر من، واكسيد اكبر من. كلهم بنرمز لهم بالشكل ده. تمام. يبقى انت لو جالك في المساله بيقول لك مور ذان واحنا نحل وناخد حاجات زي كده، يبقى احنا نعرف انها تبقى بالشكل ده. جالك بقى مور ذان اور ايكوال، هتعمل نفس العلامه بس هنزود بس علامه الايكوال. عندك بقى النوت ليس ذان ومينيمم واتليست. عايزين بقى نقف عند مينيمم واتليست دي شويه. مينيمم يعني المفروض اقل، ولكن احنا في المينيمم والات ليست بناخد العكس. يعني هي ات ليست المفروض تبقى وشها الناحيه التانية، لا احنا بناخدها الناحيه التانية بنعكسها، فهتبقى بالشكل اكنها مور ذان. تمام. في الليس ذان اور ايكوال بيبقى بالشكل ده. في الماكسيمم بقى وات موست، زي ما قلنا طالما في المينيمم بنعكس، يبقى في الماكسيمم برضه هنعكس. الماكسيمم هنخليها انها تبقى اقل، والات موست هتبقى اقل، فبالتالي هيبقى شكلها عامل كده. تمام. يبقى احنا كده عملنا مراجعة شاملة على الايكواليتي، وبرضه هنحل طبعا اسئلة ونتابع مع بعض. تاني بقى حاجة عندنا الملتبلاي ترم باي ترم. يعني ايه يا مستر ملتبلاي ترم باي ترم؟ يعني احنا دلوقتي عندنا القوس ده جواه نيرتيف 2 اي باور 2، والقوس ده جواه 4 اي باور 5. عايزين نعمل دول ملتبلاي. اول حاجة يا مستر تقول لي نعمل النمبر تايمز النمبر، يعني النيرتيف 2 تايمز ال 4، وهنا الاي باور 2 تايمز الاي باور 5. يبقى احنا كده قسمناها، خدنا النمبرز مع النمبرز والاي مع الاي. تمام. يبقى اي باور 2 في اي باور 5 بنعمل الباورز ايه يا مستر؟ بنعمل الباورز بلس، فبقت اي باور 7. وهنا نيرتيف 2 في 4 هتبقى نيرتيف 8، فبالتالي بقت عندنا بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. تمام. تاني حاجة عندنا بقى الديفايدد تيرمز. نفس الكلام، احنا قلنا ترم في ترم، يعني احنا دلوقتي عايزين الترم ده والترم ده نعملهم ديفايدد، فبالتالي هنعمل النمبرز مع النمبرز، يبقى 9 ديفايدد 3، وهنعمل ال x باور 4 divided x باور 3 وال y باور 6 divided ال y باور 2. هنا كنا بنعمل بلس، هنا هنعمل ماينس، فبالتالي ال x باور 4 و divided ال x باور 3 يعني الاتنين ماينس بعض، فهتبقى x. تمام. وهنا ال y باور 6 وال y باور 2 هنعمل الباورز ماينس، يبقى 6 ماينس 2 ب 4. يبقى بالتالي وصلنا للشكل اللي عندنا ده. يبقى احنا كده خلصنا الملتبلاي ترم باي ترم والديفايدد ترم باي ترم. ننتقل بقى عندنا على المالتيبلاي اكسبريشن باي اكسبريشن. دي دلوقتي حاجة زيادة، احنا دلوقتي هناخد الشكل ده. بيقولك 2a minus 3 و 2a plus 3. طالما الاتنين قوس شبه بعض وهنا في نيرتيف، هنستخدم قانون حلو قوي بيجيب لنا ال 4a باور 2 minus 9. معلش هو مش القانون ده، خلينا بقى نستخدم القانون اللي احنا هنقول عليه دلوقتي. القانون بتاعنا بيقولك الفيرست باي فيرست ماينس السكند باي سكند، فبالتالي نيجي برضو نكتبه هنا كده، يبقى الفيرست تايمز الفيرست ماينس السكند تايمز السكند. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ لو جينا بصينا هنا وقلنا 2a minus 3 و 2a plus 3، 2a و 2a لما نضرب الفيرست في فيرست تبقى ايه؟ 4a باور 2. وبعدين السكند في السكند نيجاتيف 3 في ال 3 هتطلع بكام يا مستر؟ تطلع بنيجاتيف 9. فبالتالي يبقى احنا وصلنا للشكل اللي عندنا ده. يبقى احنا جينا قلنا الفيرست والفيرست بلس السكند في السكند، يبقى عندنا دلوقتي دي طالما طلعت بالنيجاتيف هناخدها بالنيجاتيف، فبقت 4a باور 2 ماينس ال 9. يبقى احنا كده خدنا ملتبلاي اكسبريشن باي اكسبريشن. ننتقل على الحاجه اللي بعد كده. بعد كده بقى عندنا دلوقتي بيقول لك ايه؟ لو عايزين نفك القوس الباور 2 ده بنفكه ازاي يا مستر؟ خلونا نفتكر مع بعض. كنا بنقول ان الاول باور 2 والتاني باور 2 والاول في التاني في 2. بالراحه واحده واحده. يعني الفيرست باي اتسلف او باور 2 فيبقى x باور 2. تمام. وبعدين عندنا الفيرست باي سكند باي 2، يعني 5 باي ال x تبقى 5x باي ال 2 عندنا تبقى ايه؟ تبقى 10x. تمام. وهنا ال 5 هتبقى باور 2 فهتبقى 25. بقى عندنا الشكل ده فكينا القوس خليناه بقى x باور 2 بلس 10x بلس 25. تمام. نخش بعد كده على الشكل التالت معانا. لو دي بقى عندنا قالك ال a بلس 4 و a بلس 2، دي دلوقتي هنعملها ازاي يا مستر؟
عندنا القاعدة بتقولك ان احنا ممكن نعمل الفيرست باي الفيرست، وبعدين the sum of product of means and extremes. يعني ايه يا مستر؟ يعني اللي في النص ده بيجي ازاي؟ بيجي لما نيجي نقولك the sum of extremes و means. فكرني كده يا مستر، مين المينز؟ المينز اللي هو ده كده يطلق عليه اسم means. تمام. مين الاكستريمز يا مستر؟ اللي هما الاوتسايد او اللي هما الاتنين اللي بره، ده بيطلق عليه الاكستريمز. تمام. يبقى احنا كده هناخد ده وده، يعني هنا 4a بلس ال 2a فبقت 6a، وزي ما قلنا هنا second في second يعني ال 4 باي 2 تطلع ب 8. يبقى وصلنا للشكل ده. ممكن اقول لك بطريقه احسن، او طريقه مثلا تعملها لينك في دماغك كده على طول، طريقه اسمها فويل. يعني ايه؟ خلونا نتابع مع بعض بقى الطريقه دي. الطريقة بتاعتنا دي بقى بتتكلم على الاف دي اللي هي الفيرست في الفيرست زي ما قلنا، وبعدين عندنا الاوتسايد اللي هي مين؟ الاكستريمز، والانسايد اللي هي المينز، والال اللي هي اللاست اللي هي السكند في السكند. يبقى خلي دي اعملها لينك في دماغك. لو قالك هو عايز اول حاجة يبقى عارفين انها فيرست في الفيرست، اللي في النص يبقى الاكستريمز بلس المينز، ولو قالك في الاخر يبقى عندنا السكند باي سكند. يبقى واحنا برضه هناخد اشكال على الاسئلة دي، ما تقلقش، بس خليك تتابع معايا. احنا بكده خلصنا الريفيجن بتاعتنا. خلونا بقى ننتقل على جزء الحل، وده الجزء الاهم علشان هنراجع على كل حاجه. فيلا بينا نبدا بقى جزء الحل عندنا، وده الجزء الاهم. نبدا باول سؤال بيقول لك which of the following inequalities represents the following situation. دلوقتي هو هيديك situation ويقول لك هو عايز الانيكواليتي بتاعتها. قايل لك the maximum speed of car is 80 كيلومتر per hour. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي قال لك الماكسيمم بتاع العربيه انها تمشي اخرها 80 كيلو. تمام. فيبقى بالتالي احنا قلنا في الريفيجن بتاعتنا، قلنا الماكسيمم دي بنعمل فيها ايه؟ هنعكسها. يبقى نقول هنعكس ونزود ايكوال. كنا قلنا الكلام ده ولا لا؟ قلنا ان احنا هنعكس وهنزود ايكوال. يبقى الماكسيمم يعني هو ما ينفعش يزيد عن كده، يبقى هو اقل من كده، فبالتالي يبقى هو اقل من كده او ايكوال. هل دي تنفع؟ اه يا مستر، يبقى نختارها على طول. يبقى عندنا الاكس اقل من او بيساوي ال 80، يبقى اقصى سرعه ممكن يوصل لها هي ال 80. نبص برضو على مثال تاني. بيقول لك في محاسب اتليست لازم يبقى عنده 5 سنين خبره علشان يشتغل. فيبقى اتليست قلنا هنعمل ايه؟ قلنا هنعكسها ونزود ايكوال، نفس الكلام بالظبط اللي فوق. فلما نيجي نعكس دي يبقى ات موست، يبقى مثلا هي الكبيره، فبالتالي نبص هنا، هل دي كده؟ دي تنفع يا مستر، بس ناقصها ايه؟ الايكوال. يبقى نختار دي. تمام. يبقى احنا كده فهمنا الات ليست وات موست. خلونا نخش بقى على شكل تاني من الاسئله. بيقول لك which inequality express that the 3 times the number x is greater than or equal 4. بالراحه وواحده واحده. بيقول لك 3 times number x، يعني هنعمل ايه؟ يعني هنعمل 3 x. تمام. بيقول لك greater than or equal. قلنا greater than or equal دي هتبقى بشكل عامل ازاي؟ هتبقى بشكل كده. greater than or equal كام بقى يا مستر؟ 4. يبقى احنا وصلنا للشكل ده بس من الكلام بتاع المسألة. هل في حاجة شبه الكلام ده؟ اه يا مستر، هتبقى الإجابة B. تمام. ننتقل على السؤال اللي بعد كده. بيقول لك if negative x ال 3 أكبر منها then which of the following is true. بالراحة واحدة واحدة بقى. النيرتيف اكس دي احنا مش عايزينها، احنا عايزين تبقى اكس بس. وعلشان نخليها اكس بس احنا بنشقلب كل حاجة. يعني ايه؟ يعني بنحول النيرتيف لبوزيتيف. دي كده اول حاجة عندنا. وبعدين بنغير الاشارة، هي رايحة كده نخليها رايحة الناحية التانية. تمام. والثري دي بدل ما هي بوزيتيف نخليها ايه؟ نيرتيف. فبقى عندنا الشكل ده بتاعنا. يبقى احنا دلوقتي علشان نغير او احنا نحول الساين دي من نيرتيف لبوزيتيف، بنغير كل حاجة او بنشقلب كل حاجة. تمام. فبالتالي أي واحدة تنفع مستر؟ هتبقى سي. نخش بقى على السؤال اللي بعد كده. بيقول لك which of the following inequalities is equivalent to the inequality x over 2 أكبر من negative 3. تمام. بالراحة واحدة واحدة كده. احنا عايزين الاكس لوحدها. ممكن نعمل حاجة بسيطة جدا، ألا وهي إن احنا نضرب في 2. لما نضرب في 2 هنا دي هتروح فيبقى اكس، ونيرتيف 3 في 2 يعني احنا لو جينا نرتب هنا نيرتيف 3 باي 2 تطلع بكام يا مستر؟ تطلع بنيرتيف 6. فيبقى احنا عندنا وصلنا انها بنيرتيف 6، يبقى الانيكواليتي بتاعتنا هتبقى اكس اكبر من نيرتيف 6. انهي واحدة يا مستر؟ لتر سي. يبقى احنا كده خلصنا اول 6 اسئلة عندنا، اول 5 اسئلة عندنا، ونشوف الحاجة اللي بعد كده. بعد كده عندنا بقى سؤال بيقول لك which of the following inequalities has one of its solution is x minus 3 in q. بالراحة واحدة واحدة كده. هنيجي نبص بقى مع بعض. بيقول لك هنعمل ايه؟ هنجرب الحل بتاعنا. نيجي نبص على اول واحدة عندنا هنا، عشان هنودي دي الناحية التانية بالبوست، فتبقى x اكبر من او بيساوي نيرتيف 3
بلس 1 اللي هي x اكبر من او بيساوي عندنا ايه نيجاتيف 2. هل الكلام ده بيطلع نيجاتيف 3 اكبر او بيساوي نيجاتيف 2؟ لا يا مستر. نجرب الحالة التانية. هتبقى عندنا x وهنودي دي الناحية التانية بالنيجاتيف، هتبقى نيجاتيف 6 ماينس ال 1 هتطلع x اكبر من نيجاتيف 7. فبالتالي يا مستر لو جينا قلنا هل دي تنفع؟ اه يا مستر، النيجاتيف 3 بتاعتنا اكبر من النيجاتيف 7 فهنختارها. السؤال اللي بعد كده عندنا بيقولك if ال x اكبر من ال y then 1 over x بتمثل ايه بالنسبة ل 1 over y؟ بالراحة واحدة واحدة. تعالوا نفرضها بأرقام كده. نخلي مثلا ال 3 اكبر من 2، مش كده؟ بس احنا لو جينا عملنا بقى 1 over 3 هي اكبر ولا ال 1 over 2؟ لا يا مستر. لو جينا بصينا عليها كده هنقول لا، ال 1 over 2 اكبر يا مستر. فيبقى انا هعملها كده صح. نفس الكلام هنا، يبقى ال 1 over x بتمثل ايه ال 1 over y؟ ال 1 over ال y هتبقى اكبر يا مستر، فهنختار لتر ايه. السؤال بقى اللي بعد كده عندنا، احنا كده يعتبر خلصنا اسئله الانيكواليتي اللي ممكن تيجي. نبص على السؤال اللي بعد كده، هو بيضرب دلوقتي نيجاتيف 7a بار 2b في 5a بار 2b بار 2. بكل بساطه زي ما قلنا هنضرب النمبر في النمبر واللتر في اللتر. نيجاتيف 7 في 5 هتطلع كام؟ نيجاتيف 35، كلهم نيجاتيف 35. طيب نكمل. ال a باور 2 في ال a باور 2 تطلع بكام؟ ب a باور 4. وال b في ال b باور 2 b باور 3 عشان عملنا الباورز بلس، فبالتالي يبقى الإجابة بتاعتنا لتر c. تمام. نبص بقى على السؤال اللي بعد كده عندنا بيقولك if نيجاتيف 2x باور 3 في x equal ax باور n. عاوز يعرف مين هي ال a وال n وان احنا نعملهم بلس بعض. بالراحة. تعرف تعمل لي نيجاتيف 2x باور 3 في ال x؟ اه يا مستر سهلة جدا. هتبقى نيجاتيف 2 وال x باور 3 في ال x يعني هنعمل بلس تبقى x باور 4. فبالتالي وصلنا للشكل ده نفس الشكل ده بالظبط. يبقى عندنا لو جينا بصينا هنا ال a بكام؟ ال a بنيجاتيف 2، وعندنا ال n بكام؟ ال n ب 4. يبقى عندنا ال a plus n، لو جينا قلنا a plus n هتبقى equal negative 2 plus ال 4 هتطلع الإجابة ب 2 ونختار لتر c. نبص بعد كده بقى لو قالك divided. لو قالك 36 x power 2 y power 3 divided negative 4x y power 2 هنعمل ايه؟ زي ما قلنا نشوف النمبرز مع النمبر. 36 divided negative 4 هتطلع بكام يا مستر؟ هتطلع بالنيجاتيف 9. تمام. والاكس باور 2 ديفايدد الاكس يبقى اكس واحده بس اللي اتبقت، هتبقى اكس بس. والواي باور 3 واي باور 2 اتبقى واي واحده بس. فبالتالي احنا هنختار عندنا اللي هي ايه؟ نيجاتيف 9 اكس واي. يبقى اخترنا دي. نبص بقى بعد كده عندنا السؤال ده حلو. بيقول لك 18 اي باور 2 ديفايدد كام يطلع بالنيجاتيف 3 ايه؟ خلوني اقول لكم على تركايه كده. دلوقتي احنا عندنا لو الميسنج في النص نكتبها كده. لو الميسنج في النص يبقى هنعمل ايه يا مستر؟ يبقى هنعمل ديفايدد، يبقى نعمل ديفايدد. تمام. فبالتالي هنعمل ده ديفايدد ده. نيجاتيف 3 يعني نعمل 18 ديفايدد نيجاتيف 3 تطلع بكام يا مستر؟ تطلع بنيجاتيف 6. وبرضو ال A في ال A يبقى ال A هتروح، ال A ديفايدد ال A هتروح عشان هنعمل ماينس. وبقى B برضو. تفتكر انهي واحدة تنفع؟ اه يا مستر اللي تنفع اللي هي لتر C. يبقى فكرة السؤال ده عندنا ان احنا هنعمل ده بس ديفايدد ده. وهنا زي ما قلنا ال A هتروح مع ال A وبقى ال B برضو هتنزل زي ما هي والرقم ديفايدد الرقم. تعالوا ننتقل بقى على السؤال اللي بعد كده عندنا. في السؤال اللي بعد كده بقى عندنا بيقولك ايه؟ دلوقتي هو مديك نفس الحاجة برضو بس المرة دي جايب لك الميسنج فين؟ في الأول. لو جاب لك الميسنج في الأول هنعمل ايه؟ هنعمل عكس الأوبريشن. يعني نكتب برضو كده إن احنا نعمل عكس الأوبريشن. يعني ايه نعمل عكس الأوبريشن؟ يعني ايه لو divided هنعمل multiply. بمعنى ايه؟ هي دلوقتي ظاهرة بديفايدد فاحنا هنخلي ده مالتبلاي ده. يعني هنضرب النيجاتيف 3 في ال 5 تطلع كام؟ نيجاتيف 15. والاكس باور 2 في الاكس اكس باور 3 والواي في الواي بقت واي باور 3 عشان دي واي باور 2. يبقى هنا لو جالنا الميسنج في النص هنعمل عكس الاوبريشن فبالتالي هنختار لتر بي. تمام. نبص هنا بقى على السؤال ده. هو دلوقتي جايب لك حاجة هنضربها في القوس ده، فبالتالي هندخل الحاجة دي مرة هنا ومرة هنا مفيش أي مشكلة. 8x في 3x تطلع كام يا مستر؟ تطلع 24x باور 2. تمام. ماينس ال 8 في ال 5 تطلع بكام يا مستر؟ تطلع ب 40x y لأن احنا بنعمل x لوحدها والواي لوحدها عشان ال x ما ينفعش تتضرب في الواي. فبالتالي هنختار عندنا لتر بي. نبص بقى على السؤال اللي عندنا بعد كده بيقولك if 3x plus 15 over x minus a equals 3 what is the value of a؟ سؤال جميل وممكن يجي في الامتحان. هنا يا مستر هنعمل ايه بقى؟
اول حاجه احنا هنعمل كروس مالتيبليكيشن دي كانها اوفر 1، فبالتالي هنعمل ده في ده وده في ده، فبالتالي بقى الشكل عندنا كالاتي 3x بلس 15 هتبقى ايكوال 3x ماينس 3a. تمام لحد هنا؟ شايفين حاجه 3x هي 3x هنا، فبالتالي 15 دي هتبقى هي نيرتيف 3a، فنيجي نقول كده نيرتيف 3a هتبقى ايكوال ال 15. طيب يا مستر تعرف تعمل دي؟ جرب تعملها. هنعمل ايه؟ النيرتيف 3 دي بالمالتبلاي هتروح بالايه؟ بالديفايد، فهتبقى ايه ايكوال 15 اوفر نيرتيف 3 اللي هي بتساوي كام عندنا؟ نيرتيف 5. يبقى احنا كده شفت وصلنا للاجابه ازاي؟ يبقى احنا هنختار لتر ايه. تبص بقى على السؤال رقم 15 عندنا، بيقول لك دلوقتي if 2x plus 3 و x minus 5 الكلام ده بيساوي 2x بار 2 plus bx minus 15. هو عايز يعرف الفاليو بتاع البي عندنا، فازاي نحل الكلام ده بقى يا مستر؟ فاكرين كنا قلنا علشان نجيب اللي في النص ده كنا بنعمل ايه في الريفيجن؟ قلنا لو عندنا القوسين في بعض بنعمل فيرست باي الفيرست، وبعدين نعمل السم اوف برودكتس اوف مينز بلس الاكستريمز. يعني ايه بقى؟ يعني نعمل 3x دي مع بعض تبقى 3x، ونشوف دول هيبقوا بكام. 2x في ال 5 هتبقى ايه؟ هتبقى نيرتيف 10x، فبالتالي بقى عندنا الشكل بتاعنا 3x بلس نيرتيف 10x اللي هي بتوصل عندنا equal نيرتيف 7x. هل بقى يا مستر هروح اختار النيرتيف 7x ولا اروح اختار النيرتيف 7؟ دلوقتي احنا هنعوض دي مكانها هنا، فهتبقى الإجابة نيرتيف 7 وهنا في اكس. هو عاوز البي بس اللي هي هتبقى نيرتيف 7. عايزك تركز في الحتة دي كويس. نبص بقى على السؤال اللي بعد كده عندنا، بيقولك if 1 over 2x plus ال 1 1 over 2x minus ال 1 دي كنا برضو قلنا عليها. دلوقتي احنا بنعمل ايه هنا في السؤال بتاعنا ده؟ احنا دلوقتي هنعمل ده في ده بلس عندنا ده في ده، يبقى 1 over 2x في 1 over 2x تطلع بكام؟ تطلع ب 1 over 4x باور 2. وهنا نيرتيف 1 في نيرتيف 1 بتبقى ايه؟ بوزيتيف 1. تمام؟ يبقى دي عندنا بوزيتيف ودي نيرتيف، فتبقى نيرتيف. تمام؟ عذرا، يبقى 1 في نيرتيف 1 بنيرتيف 1. يبقى عندنا دي كده بالشكل بتاعنا نيرتيف 1. يبقى هي وصلت لنفس الشكل بتاع المسألة دي. جميل. هو دلوقتي عاوز الاي دي عندك بكام يا مستر؟ لو جينا بصينا هنا هنلاقي الاي ب 1 اوفر 4، فهنختار لتر سي. خلونا بقى ننتقل على اخر سؤالين معانا. نبص بقى على اخر كام سؤال معانا في الريفيجن بتاعتنا. دلوقتي بيقول لك if 2x minus 5 باور 2 equal الرقم ده what is the value of b. كنا قلنا عشان نفك الكوز باور 2 بنعمل ايه؟ الفيرست باور 2، وبعدين الفيرست في السكند باي 2، وبعدين الثيرد باور 2. دلوقتي هو عاوز البي اللي هي اللي في النص، فبالتالي هنعمل ايه؟ الفيرست في السكند في 2، يبقى الفيرست عندنا ب 2 باي السكند اللي هو بنيرتيف 5 باي ال 2. تعرف تقول لي دي بكام يا مستر؟ نيرتيف 10 في 2 هتطلع بنيرتيف 20. يبقى احنا عندنا سؤال بسيط اهو، استخدمنا بس تريكايه بسيطه كنا قلنا عليها. نبص بقى على السؤال اللي عندنا بعد كده، بيقول لك if ال x plus ال y power 2 equal 20 and ال x plus and ال x power 2 plus ال y power 2 equal 6 find x y. بالراحه واحده واحده كده. انا دلوقتي مش فاهم حاجه او مش عارف اعمل ايه. طب ما تيجوا نمشي زي ما كنا بنمشي. دلوقتي عندنا دي عشان نفك الكوس كنا بنعمل ايه؟ هتبقى x باور 2 والاول في التاني في 2 هتبقى 2xy بلس y باور 2. الكلام ده عندنا ب 20. بصوا بقى كده، بص عندنا هنا ال x باور 2 بلس ال y باور 2 ب 6، وهنا ال x باور 2 بلس ال y باور 2. هو ممكن نشيلها ونعوض عنها بكام؟ ب 6. فيبقى عندنا بالتالي 2xy بلس ال 6 equal 20. نعرف نعمل ايه؟ هنودي ال 6 الناحية التانية، تبقى 2xy equal كام؟ ال 20 minus ال 6 اللي هي ب 14. هل مش هنعرف نكمل؟ لا هنعرف، دي multiply هتروح بالديفايدد، فتبقى xy equal 14 over 2 اللي هي بكام يا مستر؟ اللي هي بالسبب. يبقى شفتوا احنا جبنا الطلب بتاعه ازاي؟ اول حاجة عملنا باللي احنا عارفينه، فكينا القوس ووصلنا للإجابة. فانا عايزك برضو تتدرب على الأسئلة كده وتتابع معايا. نشوف بقى عندنا آخر سؤال، بيقولك what is the quotient of x power 2 minus 10x plus 25 divided by x minus 5. هنا هنعمل ايه؟ هنيجي هنا نروح واخدين الرقم ده نعمله divided ده، يعني نعمل الفيرست هنا ونعمل نيرد 5 هنا. جميل الكلام. يبقى احنا عندنا ال x باور 2 divided ال x يبقى عندنا بكام؟ هتبقى ب x، وبعدين هنعمل 25 divided نيرد 5 هتبقى بكام؟ هتبقى بنيرد 5، فتبقى x minus ال 5. يبقى نختار لتر B.
يبقى احنا كده خلصنا الريفيجن بتاعتنا، وهي شوية اسئلة حلينا عليها افتكرنا كل حاجة. فما تنساش تتابع معايا الفيديوهات اللي بعد كده وتركز في الريفيجن دي كويس وتكمل حل. سلام.